جاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بعد مقتل والده أمير المؤمنين إلى المدينة المنورة، فدخلوا إليه نساء النبي يعزين بمقتل علي، عزاء، مجلس، فاتحة، موكب، كيفك شو تسميه سميه. فقالت عائشة: والله ما فقد جدك النبي إلا حيث فقد أبوك. ترى أنا متأذية، متألمة، مقهورة، أنا كنت أشوف أمير المؤمنين مثل النبي محمد. ليش قاتلتي يا ساقطة؟ ليش قاتلتي 8 أيام؟ بعد ساقطة ومو بيدها من حقها، زانية. فتقول الإمام الحسن المجتبى، تقول له: جدك النبي ما مات إلا يوم اللي مات علي بن أبي طالب، مثل علي، مثل النبي كان. عاد الإمام الحسن الإمام، فقال لها الإمام الحسن، ما قال لها: نعم عظم الله أجرك، تفضلي جيبوا لها تمن وقيمة شباب، مرقة هنا الله يعزك، شوربة جيب الأمنا عائشة. هاي الإمام الحسن الآن، الإمام الحسن المجتبى، عائشة جدتي قعدت مجلس عزاء، جيبوا لها شاي، جيبوا لها عرض رسول الله، كلا وألف كلا. وين هذا أبو كلا؟ شهودة العتابية، شنو أخبارك شهودة؟ وذاك الثاني سكسوكة، عرض رسول الله نحن نخطئها بخروجها على إمام. شاب سرسرية زبالة طيحتوه. فقال لها الحسن عليه السلام: وهو قولك حينما قلت إذا قتل علي فقولوا للعرب تفعل ما تشاء، يعني منتخب الوطني لرضاع الكبير خل يرجع، الشاب الأيفع يرجع، عكرمة العاطل الفحصة، عمنا أبو موسى الأشعري يرجع، وموت ميت هناك طايح هذا. قولوا للعرب تفعل ما تشاء. بالمجلس احتد النقاش. فقالت عائشة: يا ابن فاطمة، أذوت حذو جدك وأبيك في علم الغيب، من الذي أخبرك بهذا؟ فقال لها عليه السلام: ما هذا غيب، هذا مو غيب، لأنك أظهرتيه، لأن أنت أساقطة طلعتي بالشارع وصحتي، قلتي لقد قتل علي، قولوا للعرب تفعل ما تشاء. فقال لها عليه السلام: ما هذا غيب لأنك أظهرتيه وسمع منك، وأما الغيب يا عائشة نبشك عن جرد أخضر بلا قبس، يعني بلا ضوء، بالليل جالسة تنبشين، أثناء ما تنبشين مني الرجال يتناثر بين يديك يا عائشة، لأن واقعا الرجال كانوا يجنبون في بيتها، أنا ما علي. وضربت بالحديد كفك، ايدك انضربت بالحديد وانت جاي تنثري وانت جاي تنبشين، حتى صارت جرحى، ايدك انجرحت، وإلا فاكشفي عنه وأريه من حولك من النساء.